ازيكم يا هبيده وعاملين ايه؟ وحلقه جديده من هبدا افلام. بس الحلقه دي جديده من نوعها. المره دي مش هنشرح افلام، هنرشح افلام. اتمنى تكونوا كلكم بخير يا هبيده، ومعاكم كحولكم ومعاكم كماماتكم ومظبطين نفسكم في الايام اللي احنا فيها دي، ونتمنى يا رب الازمه تعدي على خير. النهارده هنرشح افلام، وهنبتدي بقائمه صغيره وهي 5 افلام. ولو الموضوع عجبكم قولوا لي، ونكمل بعد كده ب5 افلام تانيين وندخل في سلسله ترشيحات. افلام النهارده كلها فيها رابط مشترك، وان كلهم قبل سنه 2000. نبدا باول فيلم وبسم الله. Hope is a dangerous thing. اول فيلم معانا في القائمه، والافلام احب افكركم ان هي بدون ترتيب. اول فيلم هو الاكثر تقييما على موقع الاي ام دي بي، وتقييمه 9.3. هو فيلم ذا شاوشانك ريديمشن. الفيلم ده نزل في السينمات سنه 1994، وهو من اخراج فرانك دارابونت وبطوله مورجان فريمان وتيم روبنز. الفيلم بقى قصته عن ايه؟ بيحكي عن محاسب حياته كانت ماشيه كل حاجه تمام وحياته سعيده، الى ان حدث شيء ما. حصلت حاجه بوظت الدنيا. بنلاقي فجاه الممثل بتاعنا بقى في السجن. ولما دخل السجن بنشوف بقى قصص المسجونين اللي معاه وزمايله، من في قصص بتدينا امل وقصص بنهايتها استسلام، وبنشوف تخبطات كتيره في الفيلم، وبنشوف معاني كتيره قوي ممكن نتعلمها. الفيلم مؤثر جدا وانصحك ما تسيبوش، وهو وجبه دسمه لكل محبين الدراما. نوع الفيلم دراما وجريمه. I'm tired, boss. Tired of being on the road, lonely as a sparrow in the rain. Where I work. On the Green Mile. تاني فيلم معانا هو جرين مايل. الفيلم ده ليه طعم تاني خالص عن اي فيلم ممكن تشوفه. الفيلم ده ايا كان مودك وايا كانت حالتك، وبالذات لو مخنوق هتروح تتفرج عليه. من الافلام اللي عمرك ما هتزهق تشوفها. الفيلم ده تقييمه على الاي ام دي بي 8.6، وبطولة توم هانكس ومايكل كلارك، واخراج برضو فرانك دارابونت، ونزل السينمات سنة 1999. طب الفيلم بيتكلم عن ايه؟ الفيلم بيتكلم عن سجن بيخشوا المسجونين قبل ما يمروا بالاعدام. يعني الناس اللي هتتعدم بيخشوا فيه الفترة وبعد كده يتعدموا. طيب ايه الفيلم بقى بيدور حوالين ايه؟ بيدور حوالين جريمة قتل او جريمة شنيعة حصلت، ففي واحد متهم فيها. الشخص ده لما بيدخل السجن بنشوف منه تصرفات عجيبة جدا وغريبة. فيا ترى مين الشخص ده وليه بيعمل كده وايه تفسير الحاجات دي؟ كل ده هنشوفه في جرين مايل. وبجد اكتر فيلم هتعيش جواه جميع حالاتك، حتى لو مخنوق هتتفرج عليه هتحبه، لو فرحان هتتفرج عليه هتحبه، وعمرك ما هتزهق منه. ده كان تاني فيلم معانا. Life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. الفيلم التالت معانا هو فورست جامب، من بطولة توم ألبي هانكس واخراج روبرت زيمكس. والفيلم ده تم انتاجه ونزوله في السينما سنة 1994. تقييمه على اي ام دي بي 8.8. طيب الفيلم ده بيتكلم عن ايه؟ الفيلم ده من الافلام اللي ما ينفعش تكون ما شفتهاش وانت بتحب السينما. الفيلم ده بالذات لازم تكون شايفه. الفيلم بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن طفل لغاية اما كبر بنعيش معاه جميع معاني الحياة. بتعيش معاه الحب، بتعيش معاه الرومانسية، بتعيش معاه الفراق، بتعيش معاه الحظ، بتضرب معاه في كل حاجة، بتعيش معاه اوقات نكد وتعاسة، بتعيش معاه موت، بتعيش معاه ولادة شخص جديد. كل معاني الحياة حرفيا هتعيشها في الفيلم ده. فنصيحة لو لسه ما شفتوش لازم تشوفه، عشان ده بجد هيعلم معاك. Why don't you talk to me? Why don't you answer my calls when I call you? You think I don't know you're here? Let's not have any trouble. You think I don't know? Would you please leave? Get your hands off. Okay, then leave. Okay. I want you to know that I know. Let's not have any trouble. Please, just please. This is the place to do it. The idea had been growing in my brain for some time. True force. All the king's men. الفيلم الرابع معانا وما قبل الأخير، هو فيلم تاكسي درايفر. الفيلم ده نوعه جريمة ودراما. الفيلم تقييمه على الاي ام دي بي 8.3، وبصراحة شايفه يستحق أكتر من كده بكتير. الفيلم ده من بطولة روبرت دينيرو وإخراج مارتن سكورسيزي. تم إنتاجه ونزوله في السينمات سنة 1976. طب الفيلم بيتكلم عن إيه؟
الفيلم بشكل سطحي بيتكلم عن الوحدة، مسك الوحدة فصصها تفصيص كده، وراك حياة الشخص الوحيد ما عندوش اي حد تماما. الشخص ده خارج من الحرب متدمر نفسيا ومعنويا وما عندوش حد، قرر يشتغل سواق تاكسي. بنشوفه بيلف في شوارع امريكا وبيشوف حالات مختلفة من الناس، وبنشوف حاجة حصلت معينة خليته يدخل طريق وهو بنفسه قرر يتدخل فيه ويحل الموضوع. في الفيلم ده برضو هنلاقي حالة حب مستحيلة، هنلاقي رومانسية، هنلاقي دراما، هنلاقي جريمة، هنلاقي قرارات غريبة من البطل. ولو فكرت كويس هتلاقي رسالة غامضة هتعجبك قوي. Can I be next? We just gave it a name. Gentlemen, welcome to Fight Club. واخيرا وليس اخيرا مع عجوبة السينما، هو فيلم فايت كلاب. الفيلم ده من اخراج العظيم ديفيد فينشر وبطولة ادوارد نورتون وبراد بيت، وتقييمه على الاي ام دي بي 8.8. الفيلم نوعه دراما وفيه شوية رومانسية. الفيلم بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن شخص كان شغال موظف عادي ومرتبه كويس وحياته كويسة وبيجمع في حاجات، وشخص استهلاكي عادي، بس حسن بالروتين الشديد، وكان جواه صوت بيقوله مش هو ده الشخص اللي انت عايز تبقى عليه. لغاية اما بتحصل حاجة عجيبة ويقرر يفتح نادي قتال سري. النادي ده هيعرفوا على ناس كتير ويكونوا مجتمع صغير. يا ترى هيعملوا ايه وايه سبب الكلام ده كله؟ ده اللي هتعرفه لما تتفرج. الخمس افلام اللي احنا قلناهم في القائمة دي قلنا بينهم عامل مشترك، وهم ان هم قبل سنة 2000. بس في برضه عامل مشترك ان كل مخرج عامل للفيلم معنى سطحي ومعنى حلو، بس برضه في معنى اجمل واجمل خافي في التفاصيل. لو ركزت هتعرف تجيبه. ما تنساش لو انت شفت الافلام دي قولي اكتر فيلم حبيته، ولو ناوي تتفرج قولي هتتفرج على ايه، ولو انت حابب نتناقش في شرح فيلم منهم دي حاجة هحبها جدا واستناها في الكومنتات. واللي هحبه اكتر ان انت ترشح لي فيلم جديد. هستنى رايكم في الكومنتات، وهستناكم تدعموني بلايك وشير بيفيد جدا، وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس. سلام يا هبيدة ودمتم بخير.